هتصدقني لو قلتلك إن التوست ده وراه قصة كفاح 16 سنة، وكمان السبب في تغيير شكل أكلنا وحياتنا كلها. تعالوا بقى لما أقولكوا الحكاية. زمان كانت الناس بتقطع العيش بالسكينة، وكان الموضوع بهدلة، حتة تخينة وحتة رفيعة ومش عارفين ياكلوا، لحد ما جه مخترع اسمه أوتو فريدريك، وده قضى 16 سنة من عمره عشان بس يعمل آلة تقطع العيش لوحدها. شفت الفضا يا راجل؟ في الأول كل المخابز رفضت فكرته، لكن أول ما نزل السوق الناس اتجننت عليه، أصله سريع وسرعة تحذيره دي فتحت الباب كمان لصناعات تانية خالص. يعني الناس ابتدت تخترع النوتيلا والبين باتر، زبدة الفول السوداني يعني، وحتى الجبنة الكريمي. كل دول نجحهم بسبب التوست. يعني من الآخر الراجل ده مش بس أنقذ الناس من بهدلة في وقتها، لأ ده كمان غير شكل الفطار على الكوكب كله. أصل أحيانا أبسط الأفكار هي اللي بتعمل فرق كبير. قولي بقى، بتحضري الفطار الصبح في اللانش بوكس يعني بالفينو ولا